السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، أتمنى منكم في الفيديو ده هما كلمتين، كل واحد يقول رأيه بما يرضي الله. ايه رأيكم في كلام الست دي ومعايرتها ليا بشغلي وشقاية وتعبي على ولادي؟ معايرتها ليا بشقاية وشغلي على عيالي، اللي هو انا بشتغل الحمد لله الحمد لله. لما اشتغل بعرق جبيني احسن ما يقولوا يعني كلمة وحشة عليا او كلمة وسخة عليا. العرق الجبين عمره ما كان عيب ولا حرام، وان انا اشقى واتعب على بناتي ده لا عيب ولا حرام. واحدة بتعايرني ان انا مسحت سلالم، واحدة بتعايرني بالكلام اللي كانوا بيقولوه اهل طليقي عليا. اولا الكلام ده مفيهوش اي حاجة من الحقيقة، ولو انا مسحت في يوم من الايام فانا كنت بمسح المكان اللي انا كنت قاعدة فيه، ودي حاجة لا تعبني ولا اي حاجة، وكنت باخد عليها راتب شهري كل اسبوع. دي حاجة ما تعبنيش، ده مش عيب فيا. اللي فيا يعني اللي مش فيا ما يعبنيش. يا منى يا عبد الله، اللي فيا ما يعبنيش، اللي مش فيا ما يعبنيش. الحمد لله الحمد لله، نحمده ونشكر فضله ان انتي تقولي لي مسحي السلالم احسن ما تقولي لي يعني بعد الشر بعد الشر يا بتاعت فلان او يا بتاعت علان. ليا الشرف ليا الشرف وكرامتي فوق الكل، كرامتي فوق الكل وفوق الناس كلها، فوق الناس كلها ان انا بشقى وبتعب على عيالي. لا انا قاعده نايمه لحد العصر عشان خاطر اقعد طول الليل وعلى اللايفات ولا على فيديوهات، ولا انا قاعده متستته ومتهننه في بيتي ومستنيه فلان يديني دعم ولا فلانه تديني دعم. الحمد لله، نحمد ربنا ونشكر فضله، نحمد ربنا ونشكر فضله، نحمد ربنا ونشكر فضله. الشيخة ام ناصر ما بتنسانيش لو حتى عدى سنة ولا سنتين، بتلف تلف تلف وترجع تراضيني لانها عارفة ان انا شقيانة على عيالي. فاهمة يا منى يا عبد الله؟ ست عارفة ان انا شقيانة على عيالي، اللي بيراضيني وواقف جنبي عارف ان انا ست شقيانة على عيالي. البني ادم اللي يستاهل الحسنة مش اللي هو قاعد ومستني حد يديله، لا، اللي يستاهل الحسنة اللي بيشقى ويتعب على عيله، والشقى اللي هو بيشقى ده مش مكفي قوته ولا قوت عياله. دي حاجة لا عيب ولا حرام. انت ما بتعايرنيش بحاجة لا مؤاخذة شمال ولا حاجة وسخة ولا حاجة وحشة، لا الحمد لله شرف ليا. عارفة يعني ايه شرف ليا؟ ان انت داخلة عندي بتحامي على ناس سبابين اعراض، سبابين اعراض، ناس فضحوا بنات بنوت وستات في عز رمضان. دول اللي بالنسبة لك القدوة، دول اللي بالنسبة لك شرف لكي، دول اللي بالنسبة لك انت شايفاهم حلوين بالنسبة لك علشان هم انت عايزاهم او بتحبيهم، عشان انت شايفاهم في وجهة نظرك ان هم حلوين. هم حلوين علشان بيضحكوا على الناس، هم حلوين عشان بيسبوا سبابين اعراض، فضحوا بنات بنوت في عز رمضان، فضحوا ستات في عز رمضان، شتموا الموتى في عز رمضان من عند الكعبة الشريفة. اللي هم اصلا ما يفهموش معنى الكعبة الشريفة دي ايه، ولا يفهموا معنى العمرة دي ايه. وانت ست واضح كده كانوا بيقولوا لك يا حاجة، يعني انت حجتي بيت ربنا. في واحدة حجت بيت ربنا تعاير واحدة بشقاها وتعبها؟ بتقولي لي تقدري تقولي لي انت بتشقي وتتعبي على ايه وبتعملي ايه؟ مساحة السلالم وانا عندي سلم مبلغ كبير هديهولك لمساحة السلالم؟ ده كلام؟ ده كلام انت تقوليه؟ تقدري تقولي لي شقيانة على ايه داخلة تقولي لله يا محسنين الحمد لله الحمد لله الحمد لله بشهادة اكبر داعمين ان انا عمري ما طلبت من داعم معايا حاجة او بعيد عني حاجة. يا ولية يا ولية، انت بتكرهيني وانا قلت لك حبيني؟ انا قلت لك حبيني؟ انا ما قلتلكيش حبيني، ما قلتلكيش حبيني. انت بتقولي لي يا رب ما تشوفيه في صحتك وتعمليه في صحتك وتشوفيه مش عارف ايه، ويا رب قناتك ما تطلع، ويا رب قناتك مش عارف ايه، ويا رب قناتك ايه، ويا رب قناتك ايه، مثل ما حدث في قناتك القديمة. يعني بتعايريني ان قناتي القديمة اتقفلت، بتعايريني ان قناتي القديمة اتقفلت واتقفل عليها الربح.
بتعايريني ان قناتي اتقفلت. الله اعلى واعلم، يمكن انت عشان بتعايريني علشان قناتي اتقفلت ربنا يجعل لي نصيب في حد يجي يقول لي انا بجيب لك قناه هي معززه مكرمه مفعله اشتغلي عليها واشقي على عيالك. انت تعلمي منين؟ تعلمي منين ان زي ما في زيك قلبه اسود وجاحد، زي ما ممكن تلاقي كتير ناس كويسين وناس محترمين ويقفوا جنب الناس ويساعدوا الناس، زي الشيخة ام ناصر كده. زي الشيخة ام ناصر كده، ما بتقف جنب الناس وتجيب قناة وتفتح للناس باب رزق وتقف جنب الناس. هو انت تعلمي منين ان انت معايرتك ليا ان انا قناتي طارت التانية واتقفلت ربح، وقناتي ديت انها ممكن ما تتفعلش ومعرفش اشتغل عليها وما تبقاش رزق لعيالي؟ ليه كده بتقولي لي يا رب ما توعى تتفعل؟ ليه كده؟ ده انا يا شيخة لو مقطعة منك، لو مقطعة منك بالجزيلة مش هتبقي بتكرهيني الكره ده. انا معرفش انت بني ادمة مريضة. صحيح صحيح صحيح، انا بشفق عليكي ان انت مع سبابين اعراض. انا مش تسول الكتروني. التسول الالكتروني اللي ما كانوش لاقيين كيس السمنه ب10 جنيه، اللي كانوا بيشتروا كيس السمنه ب10 جنيه. التسول الالكتروني اللي كانت بتقول انا متهيألي ان انا هطبخ شرابات. ده التسول الالكتروني اللي هم بيقولوا احنا مش لاقيين ناكل. انا كلت ما كلتش، عندي حلو عندي وحش، ما طلعتش عمري قلت على القناه ان انا جعانه ومحتاجه اكل. بالعكس، انا ليا الشرف واحط عيني، احط ايدي كده الاتنين في عين التخين، ان انا عمري ما طلبت من داعم لا كبير ولا صغير ولا حد بيقف جنب حد جنيه. انا بخش قنوات كتيره فيها داعمين بالهبل، الداعمين بيحترموني وازيك يا سمسمه ومنوره يا سمسمه واحلى كلام، لان عمري ما طلبت من حد حاجه. عمري ما طلبت من حد حاجه. وبشهاده اكبر داعمتين على اليوتيوب، انا ما بطلبش من حد حاجه. انا مش زي الناس اللي انت عندهم، ممكن هم اللي يجوا يمسحولك علشان هم محتاجين فلوس، او يجوا ينظفولك شقتك عشان هم محتاجين فلوس. لكن انا الحمد لله بشتغل في مدرسه محترمه، مدرسه انترناشونال محدش يعرف يخشها، محدش يعرف يخشها. بشتغل وبشقى على عيالي وبطلع من فجر الله، وليا الشرف، ليا الشرف ان انا بطلع من فجر الله. الكلام ده كنت بعمله خميس وجمعة وسبت كده، لما اكون محتاجة فلوس بدل ما اروح اقول لفلان اديني او فلان اديني او ما امد ايدي لحد، لا كنت بروح اشتغل هنا واشتغل هنا واشقى هنا واتعب هنا عشان ما اقولش لحد امد ايدي لحد، امد ايدي لحد. اللي تطلع تعايرني بشغلانتي واللي تطلع تعايرني وتقول لي ايه، هو انت عايزه عيالك يطلعوا مشرفين باص؟ اما تبقي انت يا مره مشرفه باص، ولا تبقي تعرفي تبقي مشرفه باص، ولا تبقي تعرفي ربع مشرفة الباص بتطلعي تكلمي على مشرفة الباص اللي هي ستك وتاج راسك، لأنها بتشتغل بكرامتها، بتشتغل بأدبها وباحترامها، بتشتغل ما قالتش لحد اديني وشحتني. أنا بجيب كيس السمنة ب10 جنيه، لا الحمد لله أمي ماتت وسايبة بيتي مسطور بالسمنة وبالرز وبكل حاجة. بعد ما أمي ماتت الشيخة ام ناصر جت سترت بيتي برز بمكرونه بسمنه بلدي، سمنه بلدي يا منى يا عبد الله. مش بتقولي لي ده جايبالك شويه مكرونه؟ كتر خيرها. انت تقدري تعملي معايا كده؟ تقدري تجيبي لعيالي شويه مكرونه ولا شويه رز؟ انا بستنى رمضان عشان حاجه شنط رمضان، ده حاجه حرام؟ دي مش حاجه حرام، مش حاجه حرام. لا إله إلا الله، اللي يراضي عيالي بحاجة أنا طبعا على راسي من فوق إن البني آدم ده حط لقمة في جوف عيالي في يوم من الأيام. والشيخة أم ناصر لفت 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 بعد 3 سنين وجابت لعيالي أحلى كراتين وأحلى تليفونات وأحلى تابات وأحلى كل حاجة. انتي مالك جايبة هي مكرونة جايبة رز؟ أيوة جايبة رز، جايبة رز بسمتي بدون عدد، جايبة مكرونة بدون عدد. انتي مالك جايبه شويه مكرونه ولا جايبه شويه رز ولا جايبه شويه ايه وانا بشحت شويه مكرونه؟ انتي زعلانه ليه؟ انتي زعلانه ليه ان الكراتين فيها مكرونه؟ طب ما كراتين العقه اللي انتي بتحامي عنها فيها مكرونه، ما هي نفس اللي في الكراتين هنا هو اللي في الكراتين هنا. انتي زعلانه ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ بتاكلي في نفسك ليه من اللي جالي انا؟ ما تروحي تقولي لها هي جايبالك شويه مكرونه، ما تروحي تقولي لها هي جايبالك شويه رز، ما تروحي تقولي لها هي جايبالك شويه لبن. انت مالك؟ انت مالك؟ هي جايبالي ده ولا جايبالي ده ولا جايبالي ده؟
انتي مالك؟ انتي مالك؟ اعمل خادمة، اعمل عفريت، اعمل قرد؟ اولا معايرتك لقناتي انها مش هتتفعل، ربنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله قناتي تتفعل باذن واحد احد يا رب، وتبقى احسن قناة، تبقى احسن قناة ان شاء الله باذن الله. عشان انت بني ادمه شماته، بني ادمه مش كويسه بالمره. انت لو كويسه هترحمي حتى اللي قدامك علشان عياله. انا بشقى على عيالي، مش بشقى علشان نفسي، مش بشقى علشان راجل قاعد راقد على السرير باكله وبشربه. لا، انا بشقى عشان بناتي، عشان بناتي. كل شقاية وتعبي لبناتي، مش جوزي قاعد على السرير ومستني مني اللقمة. لا، انا بشقى عشان ولادي، وكل الناس اللي معايا تعرف كده كويس، واللي معايا من زمان عارف كده كويس، عارف ان انا شقاية وتعبي كله لولادي، لبناتي. شقاية وتعبي كله لبناتي، على بناتي كده. انا مسؤولة عن 2 في رقبتي لحد ما اجوزهم واجهزهم، والشيخة ام ناصر ساعدت في جهازهم. بدل ما تقولي البنات محتاجة ايه، اقف جنب بنتين ولاية ملهمش حد غير امهم اللي بتشقى وتتعب عليهم. ان شاء الله باذن الله ربنا يفرحني بقناتي، او ربنا يرزقني باللي يجيب لي قناه متفعله واشتغل عليها. بالغيظه في كلامك ان شاء الله باذن واحد احد يا رب، ربنا هيوقف لي ولاد الخير، ربنا هيوقف لي، ربنا هيوقف لي احسن الناس عشان افعل قناتي وتبقى مصدر رزق ليا ولبناتي. ربنا ما بينساش حد. امسح بقى سلم، امسح بيت، امسح غيط، اشقى واتعب على عيالي بالحلال. انت مريضه نفسيا، انت مريضه نفسيا، انت والناس اللي انت بتدافع عنها ودخولك عندي، انت بتدافع عنهم بطريقه ان انت تهاجميني بس، ويبقى على قناتي تعليقات زباله زي تعليقاتك. مبلغ كبير بيتنا، لا، بيتك ده اللي تيجي تمسحه العقه، اللي هي عقه امها هي اللي تيجي تمسحه، مش انا اللي اجي امسحه. اللي هي بتجيلك بيتك، اللي هي عارفة طريق بيتك، هي اللي تيجي تمسح الايه، هي اللي تيجي تمسح المكان اللي انت قاعدة فيه، مش انا. لكن انا ما اروحش عند اشكالك، لو هتديني 1,000,000 جنيه ما اروحش عند اللي شكلك كده. عارفة ليه؟ لان انت بني ادمة مريضة نفسيا، بني ادمة غير سوية بالمرة، بني ادمة ما تستهليش ان انا اصلا انطق اسمك على لساني، لان انت بني ادمه مش محترمه. لو محترمه نفسك هتحترمي سنك، هتحترمي القناه اللي انت داخله فيها انها بتاعت ست شقيانه على عيالها، مش ست قاعده مستنيه اللي يديها شلن، واللي يجيب لها مغسله، واللي يجيب لها ارض ولا بيت ولا غيط في سبيل ان انا افضح بنات بنوت واشتم واشخر واسب والعن. الله الغني، الله الغني عن ان جنيه يجي على ان امسك واحده سب والعن فيها والله افضح بنت بنوت. ربنا يغنيني ويغني عيالي بالحلال يا رب، وافضل اشقى واتعب على عيالي، واللي زيك المريض النفسي هو اللي يعايرني بشقايه وتعبي على عيالي، هو اللي يعايرني بالحلال. دلوقتي بقى الحلال هو اللي الناس بتتعاير بيه، لكن الحرام بنقف مع الناس ونسقف لهم ونقول لهم برافو عليكم، انتوا بتسبوا في نهار رمضان وتفضحوا بنات بنوت. عجبا لكم أيها المصريين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.